عندي واحد المحل تجاري ياك اييه وفيه 21 متر وقسمته على جوج. اييه كنت واحد الطرف درت فيه الدجاج وواحد الطرف درت فيه مواد غذائيه. هذا المحل ديالك كتملك ديالي ملكيه ديالي. وخديتي الرخصه باش تقسمو؟ لا. ايوا زيد كمل. المهم درت المواد الغذائيه قابلتها انا وداك الشيء ديال الدجاج جاب لي واحد السيد كيبيع في الشانطي. دخلته للمحل كان السيكتور باقي العماره باقي خاويه يلاه بدينا. قال لي ودي نديرو شي كونطرا شي حاجه. قال لي ودي دابا السيكتور خاويه مازال. قلت في المحل 4 شهور بلا ريال. المهم قلت له ودي هادشي اللي كدير ماشي معقول. كان النهار الاول درنا النيه ودرنا سميتو ودخلنا للمحل. دابا خلينا نفكوا هادشي هذا صافي. قال لي ودي راه غادي قلت له بلاتي خلصت هذيك الخضره اللي كانت عنده وداكشي كلشي خلصتو ليه فكيت معاه. مشى بحالو جا هذاك السيد اللي كان خدام معاه قال لي الا بغيتيني نخدم راني مرحبا موجود. دخلتو خدمتو حتى واحد السيمانه قال لي خليني نتكلم. قلت له ودي المحل ما باقيش بغيت نعطيه لشي واحد بلا شي كونطرا. قال لي دير لي الكونطرا. قلت له ودي راه المحل عندي فيه كريدي ما عنديش الحق ندير لك الكرا وزيد غير نفتح المحل ربع على المحل ما كاين ما ندير ما فكره. قلت لي ندير لك كونطرا ديال التسيير والله يسهل عليك. قال لي صافي. مشيت عند المحامي قلت له كونطرا ديال التسيير. انا من حسن النيه ديالي مشيت قال لي زيد الباختي ديالي جبتها ليه. قال لي صافي دابا نقراو. قال لي زيها خلى عنده سيمانه. قال لي هادشي غير قانوني. قلت لي ما قانونيش. قال لي هاد الشروط غير قانونيه. قلت واش ما عجبكش هادشي غير تنتبع هذاك اللي في ذاك المحل وهزو وسير في حالك. على هو شرا المسائل المحل عمر المحل الا خليت ليه سلعتي كلشي داكشي اللي كان عندي داكشي اللي خلصت لصاحبو خليته ليه في المحل. يعني دخلتيه بعدا المحل؟ ايوا راه دخل كخدام خدمته. ايوا ولكن ما درتي معاه العقد. مازال ما قلت له ودي قال لي زي عاد انت كتحمل المسؤوليه ديالك. ولكن لا صاحبي راك دخلتيه المحل وهو خدام فيه ودرتي عقد ديال التسيير الحر ووقعتي عليه وصادقتي على الامضاء وعطيتيه العقد ووفقا للمحل. راه حر ديك الساعات. بغى يبقى اجير بغى يرجع مسير حر يرجع على حسب هواه. دابا انا نكمل لك يا دكتور. دابا خليته قلت له ما يمكنش. دابا انت درتي الاخطاء 2 خطرات. ما بغاش قال لي زيد داك العقد. قال لي اسيدي انا هادشي غير قانوني. قلت له كمل خلي لي محلي وسير في حالتك. مشى انا درت واحد سميتو سديت المحل ديالي ما نكذبش عليك سديت صافي. سديت المحل مشى دار المفوض القضائي قال لي سد لي المحل. صافي خليت داكشي حتى انا درت المحامي نسيت داكشي انا جالس في المحل. المهم دازت الابتداء يحكموا عليه 3 شهور سورسي وغرامه ديال تعويض ديال 10,000 درهم. حكموا عليه هو؟ حكموا علي انا لان عنده العقد اصاحبي. راه عنده العقد ولكن ما موقعش عليه هو. وانت موقع عليه صافي. هو بالنسبه ليه ساهل. راه انت كيلزمك. انا تنقول العقد ما وقعش بين الطرفين يعني ما صار عنده. راه التوقيع ديالك عنده فوق ما بغى هو يوقعوا وفوق ما بغى يوقعوا راه يوقعوا هو. يدير عليه خربيشه في بلاصتو هو موقع. اذا اليوم دكتور يفتح له المحل. انت ارتكبتي الخطا 2 الخطرات. الاول تشمتي وقلتي ما نعاودش الدار بيا وعاوتاني مشات دارت بك. دابا شنو هي التهمه اللي تهموك اللي تحكمتي بها؟ شنو هي التهمه اللي تهموك؟ شنو هي؟ انتزاع الحيازه. انتزاع الحيازه واستانفت تأييد الحكم. اييه دابا دفعتو النقد سامحهم الله. دفعتو النقد دابا وما داروا عليه التنفيذ. جا المأمور قال لي غتعاود ترجع حيت انا سرحت المحل حيت كاع انا داك الدجاج رجعت كلشي مواد غذائيه. علاش ما حكموا عليك بارجاع المحل الى ما كان عليه؟ هذاك الشيء اللي كاين رجعوا لي الحاله الى ما كانت عليه. واخا ما كاين مشكل. جا المأمور قلت له ما كاين مشكل. جبت السيمه جبت البريق حطيت فوق الماء حدا المحل جبت المعلمين جا القايد. داك الشيء قلت له وديها الحكم ها هو قال لك خصك الرخصه. مشيت للبلديه نكمل لك انا صافي هادشي ما عيط عليك حتى صافي صلاح النبي. مشيت للبلديه درت الطلب ديال الرخصه قال لي خصك دير طلب رخصه الاصلاح. قال لي ما يمكنش لي بنيه. مشيت درت طلب رخصه الاصلاح مرفوضه. جا المأمور عطيتو داك الشيء دار الاطار ديالو صعوبه في التنفيذ. طعنوا فيه هما تستنف عليه الحكم البارح. دابا صعوبه في التنفيذ ما كايناش يعني رفضوا صعوبه التنفيذ. دابا غير على دليل الحكم. وكي غندير انا هادشي انا غير كنجيب البريك تيجي القايد. دابا شنو في هذه الحاله دابا شنو معمول؟ دابا يفوت العيد غادي يجيو ثاني يجيو لي ثاني لهنا صافي. قول لهم شنو ارجع الحال الى ما كان عليه. شنو التعريف ديال الحكم ديال ارجاع الحال؟ ما دايرين والو. دايرين ارجع الحال ما كانت عليه. خصك قال لي تقسم هذاك المحل ترجعو كيف كان تبني ليه ثاني المحل ترجع ليه الدجاج ترجع ليه كلشي. وانت عندك الرفض.
ديال الاداره. الرفض ديال رخصه الاصلاح مرفوض. علاش رفضوا لك؟ علاش؟ قال لك على تقسيم المباني لا يدخل في اطار رخصه الاصلاح. ايوا صافي راه ما عندهم ما ينفذوا عليك. ايوا راه دابا راه عاوتاني غيدير مفوض قضائي صعوبه القضائي دار المحضر ديالو دار صعوبه في التنفيذ. صافي. ودابا راه حكم، دابا راه طعونا في ذاك الحكم ودازت الجلسه لوفان سات البارح خرج الحكم ثاني قال لك غير موجوده صعوبه في التنفيذ. قال لك غير موجوده صعوبه تنفيذ. ما كاينش صعوبه في التنفيذ قال لك. قول لهم نفذوا، قول لهم صافي نفذوا، ما دخلوا للمحل وخذوا المسألة. دابا شنو غندير انا؟ دابا غادي يجوا لنا نهار 3 ولا نهار 4 شنو معمول دابا؟ لا انت غير دير قد راسك الخطره الاولى والثانيه والثالثه، وعاد انت من تقنبل عليك عيط لي انا قول لي دابا شحال المعمول. فين كنتي قبل؟ علاش ما قلتيليش في الاول شنو المعمول؟ تا تخربقات لك فوق راسك عاد جايني كتقول لي دابا قول لي شنو المعمول. وديك الله لا دكتور الله العظيم عليك والله العظيم. لا ما عندك ما دير دابا انت اللي عليك درتي طلب الرخصه باش تحس تقسم له المحل وتردوا له كيف كان. قول لهم انا ها المحل ديالكم راه الاشاره ديالكم، دير المحضر ديالك اسيدي قول له يدخل المحل ديالو، ها هو يردو كيف ما انا غنتحمل المصاريف ديال داكشي اللي غيردو. صافي يردو هو كيف كان. قول له انا غنتحمل المصاريف. صافي انا قلت له حين انا جلست لما نفتيش غيعتقلوك. صافي سير توكل على الله. السي عبد العزيز الله يوفق. دكتور بالنسبه للمحل اللي كان مقسم يعني مبني، واش يمكن يعوضوا مثلا شي حاجه اللي كتحط؟ كاين اليوم واحد الفواصل اللي كتباع وكتحط مباشره. ولكن اذا كانت مساله غير مساله قسم هذيك مع هذه كيفصل المحل كيوليو محلين، فصل هذه عن هذه، لا كانت غير مساله تتعلق فقط في الفصل، ولكن يمكن كاين مصلحات اخرى. نعم. غادي نواصلوا معكم وفي راديو أصوات.